شكرا سيد الرئيس. أسف على طلب الكلمة مجددا ردا على زميلي الجزائري الذي يحب أن يرد في كل مرة أخذ فيها الكلمة. سأحاول أن أختصر كما اختصر. شقيقي الجزائري أساء إلينا مرتين. المرة الأولى قال أنني لم أتحدث عن الصحراء، إذن فليأتي إلى الطاولة المستديرة. هناك نناقش مسألة الصحراء، والجزائر للأسف ترفض دائما المشاركة في هذه المائدة ورفض قرارات مجلس الأمن. بالتالي إذا ما كان مهتما فعلا أن نتحدث بمسألة الصحراء بين المغرب والجزائر كما فعلنا في المائدتين الأوليين، يمكن أن نتابع ما بدأنا. ثانيا، قال أنني لم أتحدث إلا عن الجزائر. هذا صحيح يا شقيقي العزيز لسبب بسيط، لأن الجزائر هي مصدر كل المآسي التي نعيشها. عندي ملاحظات ثلاث. الجزائر ترفض قرارات مجلس الأمن، وهنا أتساءل ماذا ستفعل الجزائر في مجلس الأمن عندما ترفض قراراتها؟ لا مكان في مجلس الأمن للدول التي تنتهك ولا تحترم وترفض قرارات مجلس الأمن. نحن ننتظر لنرى سلوك الجزائر متى بدأت ولايتها في المجلس. ثانيا، زميلي الجزائري قال أنه لا يعرف نصوص الأمم المتحدة، أو أثبت أنه ليس على دراية بنصوص القرارات والمقررات. مجلس الأمن لا يناقش مسألة الصحراء على أنها مسألة نزع استعمار، بل مسألة سلم وأمن. في هذا الإطار، في هذه الروح، فإن الجزائر التي جلست في مجلس الأمن عدة مرات وصوتت على قرارات تتعلق بالصحراء المغربية لا يمكن أن تتغاضى عنها. ثالثا، الجزائر محظوظة، فالجزائر ما كانت لتنضم إلى مجلس الأمن بدون مبدأ التناوب. هذا دور شمال أفريقيا، وهذا مبدأ لضمان المساواة، ونحن نؤيد هذا المبدأ، ليس لأنهم قدموا أي شيء للأمم المتحدة، لم يقدموا حتى جنديا واحدا إلى عمليات حفظ السلام، بل لأن الجزائر تضم مجموعة مسلحة انفصالية. بالعودة إلى هذه الجماعة الانفصالية، آسف لأن الجزائر تقارنها بمجموعة إرهابية، فنحن نقدر الشهداء جنود المغاربة الذين توفوا، والسفير الجزائري يدافع عن العلاقات الإرهابية لهذه المجموعة مع القاعدة وداعش، والدليل هو أن أبو وليد الصحراوي كان يأتي إلى مخيمات تندوف في كل مرة تعرض فيها لإصابة من الجنود الفرنسيين، كان يأتي إلى مخيمات تندوف، وداعش لم تعتد التشييع عند فقدان أحد القادة البارزين فيها، لكن داعش قامت بذلك لهذا الشخص إذن المسؤول في جبهة البوليساريو. هذا كل شيء السيد الرئيس. سأختتم كما بدأت وأقول مسألة الصحراء تناقش في الموائد المستديرة، وسيسرنا كثيرا أن نستمع إلى أشقائنا الجزائريين لما سيقولونه حتى إن لم نتفق، ولكن الأساس هو أننا نتحدث عن السلام حول المائدة المستديرة، وألا نوجه الاتهامات لبعضنا البعض، وأن نحترم بعضنا البعض.